السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، ما نزلتش فيديوهات بقالي يومين. آم، كسل، انتخى. النت كمان مش مظبط، مش مساعدني يعني. المهم، رجعنا تاني للمطبخ. حسيت ان انتم بدأتوا تملوا من فيديوهات الكلام، والحمد لله لقيت نفسي كويسة، قادرة ان انا ادخل واطبخ واروق واعمل حاجات كتير وانضف البوتاجاز والحاجات دي. فقلت خلاص بقى، ما بديهاش انا ادخل واصور. بس ما جبتش التنظيفات ولا تنظيف البوتاجاز ولا الكلام ده، انا جبت الاكل وبس. ليه بقى؟ عشان انا عملت الحاجات دي على مدار اليوم. يعني اعمل الرخامه واقعد، اعمل البوتاجاز واقعد، اجهز للاكل واقعد، افطر واقعد، وهكذا. فكنت هتشل بصراحه، انا كل شويه اقعد اصور واقفل اصور واقفل. فانا عملت قله عمل ورا بعضه. البيت كله عندي كان طالب لحمه كباب حله النهارده، ومكرونه. كان عندي مكرونه سباكيتي، ما اشتريتش مكرونه. اللحمه دي انا جايباها من فتح الله هنا في دمياط الجديده. عامله كيلو و50 جرام تقريبا، الكيلو عنده ب 385. فالكيلو 50 جرام دول عملوا 395 جنيه. قطعتهم قطع صغيره هنا كده وريتها لكم. لسه هشطفها تشطيفه. دي البهارات اللي انا حطيتها. معلقه من كل حاجه ما عدا الملح، حطيت معلقتين صغيرين. المفروض الملح بحطه في الاخر علشان السوا، بس قلت والله لو حطيته في الاول برضه هتستوي لان هي قطع صغيره. انا حطيت ايه؟ معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كاري، معلقه صغيره بهارات لحمه، ومعلقه صغيره بهارات لحمه تانية. جبت بهارات لحمه من مكانين غير بعض، فلونهم مختلف، مش عارفه ايه الفرق بينهم اصلا. المهم، نزلت بالبهارات دي على اللحمه وقلبتها فيهم. وبعدين هركن اللحمه دي على جنب. ده غدا يوم الجمعه. عندي كانوا صحوا يا دوب على الصلاه، ونزلوا علشان يصلوا، ما كانوش لسه فطروا. انا متعوده انا اول ما اصحى من النوم بحضر لنفسي فطار، بس النهارده اللي هو الجمعه ده انا شربت نسكافيه ورجعت نمت تاني، طلعت اللحمه تفك ونمت. وبعدين لما ولعت اللحمه قلت لنفسي افطر بقى. قبل ما نفطر لازم احضر فطار للقطط، حرام اكيد هم كمان جعانين زيي. فجبت لهم لانشون بقى، كان عندي في التلاجة، قعدت اقطع لهم. هم بياكلوا يا اما لانشون يا اما جبنه نستو مثلثات، يا دراي، يا اما لو اكلت فراخ او لحمه او سمك بقى افصص لهم معاه. فبما انه فطار او عشاء فبيبقى يا لانشون يا جبنه نستو مثلثات يا دراي. دراي ده الاكل بتاعهم. فقطعت لهم لانشون، وبعدين بدات اجهز لنفسي الفطار. لما الصلاه خلصت بقى وبنوت صحت، كل واحد دخل يعمل لنفسه سندوتش كده وخلاص. ما عملناش فطار الجمعه المتين اللي احنا بنعمله المفروض كل جمعه، عشان هم صاحيين متاخر وعشان انا يا دوب الحق ان انا اجهز الغدا. انا كده خلصت تقريبا اللانشون اللي هحطه، وهبدا اجهز فطاري. انا كنت منعت نفسي من حاجات كتير جدا، من اجبان كتير جدا، وقلت هاكل جبنه قريش بس. وبعدين عرفت ان انا ممكن اكل انواع جبن تانية عادي جدا. فقلت خلاص بقى انا هاكل. بس في حاجات انا منعت نفسي منها نهائي، ما كنتش باكلها. هنا دي سلطه كيري او جبنه كيري سايحه. هعمل سندوتش وهعمل كوبايه شاي. من ضمن الحاجات اللي انا اتمنعت منها او مش هينفع ان انا اكلها تاني البتنجان المقلي للاسف. وانا بعشقه، مش عارفه اعمل ايه، او مش عارفه هستمر على كده ولا لا. امبارح بالليل اللي هو الخميس كنت بقلي بتنجان مقلي، يا خرابي يا خرابي على الاحساس بقى. هموت واكل لقمه. وماسكه نفسي، يلا الحمد لله. آه، كده عملت السندوتش. ببقى عايزه يعني اجيب كل في المعلقه، اغسلها قبل ما اغسلها. وهعمل كوبايه شاي. انا دايما بعمل كوبايه شاي اكبر من كده شويه، دي كوبايه النسكافيه بتاعتي، يعني بتبقى صغننه كده، بحب النسكافيه مركز شويه. انما الشاي بحب كوبايه اكبر. بس انا قلت بقى خلاص، هو على قد السندوتش كده كوبايه شاي صغننه. الشاي عندي خلص، وكنت محتاجه اجيب، وبعت ابني جاب بعد الصلاه. المهم، آه انتوا بتقولوا لي بتفطروا ايه؟ يوم الجمعه لازم يبقى الفطار جماعي ولا كل واحد بيفطر لوحده، ولا ايه النظام؟ وقولوا لي ايه رايكم ان احنا رجعنا للمطبخ تاني كده تمام، ولا نكمل في فيديوهات الكلام وبس، ولا ايه النظام؟ انا حاساكم زهقتم، مليتم. الفيديوهات الاخيره او اخر فيديو ما جابش مشاهدات كتير، فقلت انوع واغير بقى. وبما ان انا صحتي كويسه فالحمد لله ابدا اشتغل. لقيت الشاي هنا خفيف شويه فقمت متقلاه. عايزه الفيديو لو عجبكم تحطوا عليه لايك، ولو ما عجبكوش حطوا عليه لايك.
يعني كفايه ان انا قمت واشتغلت وصورت يا جماعه في الحر ده. انا عندي المطبخ قبلي، محتاجه اجيب له مروحه ضروري جدا جدا، بس حين ميسره بقى لما تفرج. بوريكم ان انا عملت البوتاجاز وعامله كمان الحامل اللي انا حاطه عليه الحله ده. الحاملين التانيين ما كنتش لسه عملتهم، فما كنتش لسه حطيتهم. بس ما جبتش معاكم بقى غسيل البوتاجاز ولا الرخامه ولا الكلام ده. حطيت شويه زيت على النار في حله يقدحهم او يسخنهم، وبعدين بدات انزل باللحمه المكعبات بتاعتي واحده واحده عشان خاطر يتشوحوا في الزيت. انا بعمل الكبده كده برضو، يعني الاتنين متشابهين مع بعض زي بعض. بدات احطها حاجه حاجه لحد ما خلصت الكميه كلها وحطيتها في الحله. طبعا البهارات اللي انا حطيتها دي قابله للزياده، يعني انا زودت بعد كده، يعني بعد ما اللحمه استوت شويه بدات ان انا ادوق، ولو محتاجه ان انا ازود بهارات زودت، مش هو ده الاساس لحد ما الاكله خلصت يعني. حطيت كله اهو، بدات واتشوحت شويه وبدات اجيب المعلقه واقلب، لقيت المعلقه مش هتنجزني، فقمت فاصله الكاميرا وقمت ماسكه الحله بقى من الايدين وقعدت انطر فيها كده من فوق لتحت. جبت بصلتين 3، كان البصل صغير وقطعته قطع صغيره، بس مش فرماه، مقطعه بالسكين، احطه واقلب. وبعدين جبت طماطم قطعتها برضو قطع صغيره، بس مش معصوره ومش مفرومه، هي متقطعه قطع صغيره على ايدي يعني. حطيتها برضو وبدات ان انا اقلب. طماطم اهي نفس الكلام. كان المفروض ان انا احط بعد البصل او مع البصل فلفل اخضر، بس ما كنتش لسه قطعته، كانت الطماطم اللي جاهزه فنزلت بيها، قلت عادي مفيش مشكله يعني، مش لازم نفس الترتيب. وحطيت شويه ميه، هغطي الحله على بال بقى ما اعمل الفلفل وقرن شطه. باين على اللحمه ان فيها حتت اتحمرت اهي من التشويح. كانت روعه 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 الصراحه، مش عشان انا اللي عاملاها والله، بس هي كانت روعه، كلهم شكروا فيها والحمد لله. جبت بقى قرنين فلفل احمر وقرن شطه، ما كانش عندي فلفل اخضر، كان اللي موجود احمر، قرنين صغيرين قطعتهم وحطيتهم. انا ما بحبش احط البذر الابيض اللي جوه الشطه او الفلفل الاخضر او الاحمر يا ولاد، الناس كتير جدا بيعملوها مش عارفه ليه. انا نقلت هنا كباب الحله في حله اصغر عشان محتاجه الحله اسلق فيها مكرونه، وجبت حله حطيت فيها زيت عشان اعمل الصلصه، والحله التالتة غسلتها وحطيت الميه عشان سلق المكرونه، كله يشتغل مع بعض. فرمت بصل، خدت معظمه في المكرونه، وعينت شويه او جزء ينفعني في اكله تانية بدل ما اقف افرم تاني، لان ما عنديش بصل مفروم في الفريزر، وما عنديش طماطم متسبكه في الفريزر، فانا زودت الطماطم برضو شويه عشان يتبقى شويه صغيرين اعينهم برضو ينفعوني في حاجه تانية، اسهل على نفسي يوم تاني بمعنى اصح. فالبصل ده ينفعني في اكله، والطماطم اللي هعينها هتنفعني في اكله بس مش قوي، يعني لازم ازود عليها كيس او كيسين صلصه من الجاهزين بدل ما اقعد اضرب في طماطم مره تانية يعني. حطيت ملح وفلفل مع البصله وهي بتتشوح في الاول، الحركه دي ما بعملهاش كتير بس هي بتخلي ريحه البصله روعه. اول ما البصله احمرت نزلت بشويه الطماطم، وبعدين نزلت بنص دورق طماطم تاني. هسيبهم بقى يتسبكوا خالص وهوريهم لكم تاني. على بال ما الاكل ده يتعمل قلت اشغل نفسي اعمل حاجه تانية برضو، والاكل على النار هنشوف مع بعض. جبت شمامه كانت عندي في التلاجة، يعني هي سقعانه اصلا، بس قلت اقطعها واجهزها علشان ياكلوها بعد الغدا وتكون سقعت اكتر. دايما بشيل البذر ده في الاول وبعد كده بقطع، بس المره دي كسلت وقلت لا انا اقطع الاول، برضو مفيش فايده البذر يقرفني، فقلت هشيله اول برضو. الشمامه دي عندي بقى لها اسبوع الحمد لله، لقيتها تمام وكويسه، مش شاريها جديد يعني. طبعا انا دقتها وانا بقطعها مسكره، بس مش التسكيره اللي هي. حد فيكم بيعمل زي زمان ان الشمام لو هو مسخ شويه او مسخ قوي يتحط عليه سكر؟ كنت اعمل الحركه دي بس ولادي مش متعودين عليها فما عملتهاش، احنا اللي كنا اخدين على الكلام ده زمان، تفتكروا الكلام ده؟ الاول بقطعه طبعا شرايح، وبعدين بمسك شريحه 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 شريحه
اقطعها مكعبات صغيره. معلش على اللخبطه بقى. انا كده تقريبا هبقى قربت اخلص، وبعدين ابدا اتابع الاكل اللي على النار. كده خلصت، واغطي العلبه واحطها في التلاجة. الميه فارت، حطيت فيها مكرونه سباكيتي انا مقطعاها اصلا انصاص. ما بحطش على المكرونه حاجه، ساعات احط ملح، ساعات احط زيت، ساعات ما احطش حاجه خالص. دي الطماطم على النار بتتسبك طبعا. دي اللحمه كانت قربت خلاص، كانت استوت. دول شويه الطماطم الصغيرين اللي انا هشيلهم، هبقى استعمل عليهم كيسه او كيستين صلصه بعد كده في اي اكله تانية. دي المكرونه، ابني دخل قال لي المكرونه يا ماما صلصتها قليله، قلت له الوقت تتظبط، شوفوا لونها اتظبط ازاي. ده كان اكلنا النهارده. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، واقول لكم مع السلامه، باي باي.